مساء الخير. شكرا سيدتي الشاعرة زينب على هذه المقدمة، وشكرا للجهات المنظمة، وشكرا لكل من حضر بدون أسماء، ولكن أحبكم جميعا. ليس لدي قصائد لهذا المساء. شو بعمل بعدين؟ حالك قصيدة. اعتقلوا الوحي ليلة أمس بتهمة زعزعة الأمن القومي، عذبوه كي يقر بما سرب لي والأسماء التي أرشدتني إلى مخبأ الأفكار الملثمة والصور الشعرية الساجدة والإيحاءات العاطفية المتمردة. أغروه بتخفيف الحكم عليه من 50 جلدة إلى قبلة، هددوه بالرجم حتى الموت والتفريق بينه وبين زوجه. افتقدته، داهمته في سجنه، وجدته يلعب النرد مع الموتى. أسر لي شكوتك أنك أرهقتني حتى أصبت بالضغط والسكر والقلق المزمن. طالبوني بوصفك، قلت منتفخ العينين، مزاجي نمرود شبق، كافر نهارا صوفي ليلا. عرضوا علي أكثر من صورة لمجرمين كي أدلهم عليك. أشرت لشاب يسير على درب آلامه، لعاشق يحضن قبر أمه، لكهل يحيط شيبه بحزام ناسف، وصورة رابعة لطفل ملتحم. سألوا عن مخبئك السري، قلت في قنبلة موقوتة تطن ولا تنفجر، فأفرجوا عني شرط أن أنتحر.